السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة طيبة عليكم يا رب، ربنا يجعلها جمعة مباركة عليكم جميعا. النهاردة ان شاء الله هنعمل القرص الطرية، القرص الفلاحي الجميلة دي. القرص دي كده حلوة قوي لما تاكليها بالشاي، حلو تحط فيها جبنة كده، طعمها حلو جدا، حلو تحشيها عجوة، تحشيها ملبن، طعمها حلو ولذيذ. تقدري تعمليها، مقادير بسيطة جدا موجودة عندنا في كل بيت. تعالى اقول لكم عملتها ازاي. بصوا ما شاء الله من جوه حلوه ازاي، بصوا حلوه جدا جدا جدا، طعمها حلو جدا. تقدري تاكليها كده من غير اي حشو، طعمها حلو جدا. مقاديرها بسيطه موجوده عندنا في كل بيت. بصوا بقى، انا النهارده بقالي كام يوم كده بحلم ماما الله يرحمها، قلت النهارده هعمل القرص دي وهوزعها على رحمه ونور على امي، ربنا يرحمها ويرحم جميع موتى المسلمين، اللهم امين اللهم امين. عايزه كده كل اللي يدخل الفيديو يدعي لامي ربنا يرحمها ويغفر لها ويسامحها ويرضى عنها ويرحم جميع موتى المسلمين. زي ما انتم شايفين كده، كنا بالليل وقلت ليحيى تعالى نعمله كده قرص، وجيت بالليل كده قلت اعملها. جبت كده كوبايه ونص من السمنه، قلت كده هسيحهم على النار، انا مش هقدحهم عشان ما تبقاش حاميه. همسك السمنه والزيت كده، دول كوبايه ونص من السمنه، حطيت عليهم نص كوبايه من الزيت. ممكن تستخدمي كوبايه سمنه وكوبايه زيت، بس الزيت بينشف، انا الصراحه عايزاها تبقى طريه، فحطيت كوبايه ونص من السمنه عليهم نص كوبايه من الزيت، وسبتهم كده يسيحوا على النار زي ما انتم شايفين كده اهو. وطلعت بقى كيس لبن حطيته كده يفك، انا كان عندي شويه لبن رايبين ومش هيكفوا يعني، فطلعت كمان كيس لبن كده يفك كده. هحط لبن رايب على لبن عادي، تمام. الافضل يعني انت تعمليها بلبن رايب، بس انا ايه حسب الامكانيات موجوده عندك، تمام. وجيت وزنت كده الدقيق اللي كان عندي، لقيتهم 2 كيلو، قلت هعملهم اهو. فوزنتهم بالمقدار كده عشان اعرف احط قد ايه، عشان اقول لكم يعني. طلعوا 2 كيلو. اول حاجه هعملها هجيب كده رشه ملح احطها على الدقيق، يعني معلقه صغيره كده ما تكونش مليانه قوي، تحطيها على الدقيق عشان دول 2 كيلو اهو. رحت اجيب الملح كده اهو، بص معلقه مش مليانه اهو، هحطها كده على الدقيق. بعد ما حطيت الملح هجيب السكر، هحط على كل كيلو معلقتين سكر. المعلقتين سكر مظبوطين قوي على كيلو دقيق اهو. حطيت هنا 4 معالق سكر عشان انا عامله 2 كيلو، وقلبتهم كويس كده. وبعد كده كنت مسيحه السمنه، يعني يا دوبك سيحتها بسيط كده، وهبدا انزل على الدقيق كده اهو، يعني زي ما يكون ببسس الدقيق في السمنه بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي كده اهو. بصوا انا بقى هقلبه كده تقليبه بسيطه، وبعد كده احطه في العجان، اخلي العجان هو اللي يبسسه. تقدري تبسيه على ايدك عادي، بس انا قلت اعمله بقى في العجان استسهال، يعني لو عندك عجان اعمليه في العجان اهو. حطيته هنا في العجان وهشغل عليه العجان كده واسيبه كده يتبسس. تحسي ان هو اتبسس ازاي؟ تلاقي ان لون الدقيق كله كده اتغير، بقى لونه مصفر شويه، اتغير، تحس ان هو شرب من السمنه. خلاص العجان بقيت كل شويه بقى كده بنزله، عشان هو ما كانش ايه يعني عارف يوصل ل 2 كيلو. من الافضل بقى ان بعد كده في العجان اعمل كيلو بكيلو اهو زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت الخميره، هحط على كل كيلو معلقه خميره كبيره، تمام، عشان ما انساهاش. هحطها كده في الاول عشان ما انساهاش. احط على كل كيلو معلقه خميره من الخميره اللي هي فوريه دي. لو انت عايزه تختبري الخميره بره، تقدري تحطي الخميره كده على ميه دافيه، حطي عليها معلقه سكر، يعني معلقه خميره، معلقتين خميره عشان 2 كيلو، تحطي عليهم معلقتين سكر، وتحطي عليهم ميه دافيه، يعني تكوني قادره تستحملي سخونيتها كده، وتحطيهم على في كوبايه كده على جنب كده، هتلاقيها فارت كده لو انت عايزه تختبري الخميره. لكن انا هنا حطيتهم على الدقيق اهو. تقدري كمان تحطي بيكنج باودر، ممكن تحطي معلقه بيكنج باودر، بس الصراحه ما كانش عندي. انا هنا حطيت خميره بس ما حطيتش بيكنج باودر. البيكنج باودر برضو بيساعد ان هو يخمر حلو ويديله نفشان اكتر يعني، بس انا ما حطيتش. وهنا اللبن اهو اللي انا كنت سخنته، اللبن يكون دافي عشان يساعد انها تخمر بسهوله. بعد ما الدقيق يتبسس كده حطيت اللبن اهو. طبعا كل دقيق حسب ما دقيق ايه من دقيق لدقيق يختلف. تحطي اللبن بالتدريج، يعني كل شويه كده نزلي حبه عشان ما تحسيش انها ايه مثلا تلزق منك ولا حاجه، يعني كل دقيق بيختلف. يعني على الاقل الكيلو دقيق بياخد كوبايتين ونص من اللبن، يعني كيلو دقيق يعني كوبايتين الى كوبايتين ونص من اللبن. خلاص حطيت كده اهو. هنا ده كان اللبن الرايب اللي انا قلت لكم عليه. لو انت ما عندكيش لبن رايب ممكن تستخدمي زبادي. خلاص لقيت العجان كده مش عارف يعجنها عشان الكميه كانت كبيره عليه، هروح اطلعهم بقى واعجنهم على ايديا واوريها لكم بقى بعد ما طلعت. وقفته كده وبدات اعجنهم على ايدي. بصوا كده كل شويه بقيت انزل كده اهو اهو. العجينه بتاعته بتكون كده ايه ملسه، هتشوفوها دلوقتي عامله ازاي.
طبعا كل شويه تمسكي العجينه، عشان العجينه ما بتعرفيش تشوفي العجينه كويس، عشان هو اللي بيكون بيعجن. خلاص كده هوريها لكم اهي. هنا بصوا طلعتها بقى، انا قلبتها بايديا، وهنا بصوا العجينه، بصوا ما شاء الله حلوه اهي، مش بتلزق، لينه اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. حبيت اوريها لكم عشان تبقوا عارفين. هبدا بقى اغطيها وهقطعها بقى. بصوا انت ممكن تسيبيها تخمر، يعني لو انت عندك وقت تسيبيها تخمر كده مثلا ساعه، وبعد كده قطعيها، وبعد كده هتفرديها وتسيبيها تخمر تاني. لكن انا بقى عشان انا كنا بالليل وكده، فانا ايه قطعتها على طول، ما سبتهاش تخمر. يحيى هنا كان بيساعدني اهو. اهو اهو بصوا بفردها كده والمها كده، لمك ليها كده بتفرديها، تروحي عامله دايره كده وتروحي لماها، عشان هو ده اللي بيخلي جواها قلب كده، وتحس ان هو عامل زي العيش الفينو. طعمها حلو جدا جدا جدا، وطريقتها بسيطه يعني. اهو اهو بقيت اقطعها كده واحطها. عايزه تعمليها كبيره شويه، خلي التقطيع كبير شويه حسب ما انت عايزاها، كبيره ولا صغيره. اهو زي ما انتم شايفين كده. بصي بفردها كده، بفردها وبروح لماها كده. لمك ليها بالطريقه دي هو اللي بيخليها من جوه ملبنه، يعني عامله زي العيش الفينو كده. تمام. ولما تحطيها في الصاج ما تلزقيهاش جنب بعضها كده، عشان ايه ما تلزقش. اهو بصوا بفردها كده واروح لماها كده اهو كده اهو بالطريقه اللي شايفينها دي كده، واعملها كده بحيث انها تديني شكل الدايره. بتديها فرده بسيطه خالص، فرده بسيطه خالص. اهو بصوا زي ما انتم شايفين كده. شايفين حلوه خالص. هتعملي الكميه كلها بنفس الطريقه دي، وبعد كده بقى بعد ما تخلصي الكميه كلها هتبداي تفرديها. اهم حاجه تغطيها. شايفين انا مغطيها ازاي؟ انا مغطيها بكده يعني زي كيس كده، وبعد كده حاطه فوقيه المصليه بحيث ان المصليه ما تتوسخش، وبحيث انها كمان المصليه تدفيها. دي مصليه صغيره كده احنا مش بنستخدمها، فانا ايه عملتها كده انها تتغطي. خلاص هبدا افرد الصينيه كده بزيت عشان افرد فيها البكاكين. بصوا انا مغطيها ازاي عشان تتدفى. تغطيها يعني حطيت كيس كده، وبعد كده غطيتها كده بحاجه تقيله كده بحيث انها تدفيها. هفردها فرده خفيفه، انا مش عايزاها تبقى رفيعه، تبقى سميكه. تفرديها حركه دائريه كده زي ما انتم شايفين كده. بصي حركه دائريه اهو، فرده بسيطه كده. هي كمان بترتفع لما تحطيها ايه تخمر. اهو بصوا بضغط عليها وبفردها حركة دائرية زي ما انتم شايفين كده اهو، وبحط مسافة بينها وبين التانية. بصوا ده سمكها اهو، هي بترتفع بقى كمان لما بتخمر اهو. انا بوريك السمك اهو اهو، وتسيبي بينها مسافة عشان ما تلزقش. هي مش بتفرد يعني في الفرن، بس عشان برضو ما يلزقوش في بعض اهو. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه دي واسيبها تخمر ساعه كده، وبعد كده اخبزها في درجه حراره الفرن 180. درجه حراره الفرن ما تعليهاش، عشان لو عليتي درجه حراره الفرن هتحسي انها نيه من جوه. لازم توطي الفرن على درجه حراره 180، تكوني مسخنه الفرن قبل ما تحطيها فيه، ولازم الاول تسيبيها تخمر لمده ساعه. بصوا انا لما سبتها تخمر بصوا شكلها كده لما خمرت اهي، كنت مغطياها ومدفياها اهو. ببدا بحطها في الفرن على كنت مسخنه درجه حراره 180. هبدا احطها كده، احطها في الصاج بقى واحطها اهي، وده شكلها اهو. اللي بيطيب ببدا اطلعه فوق كده ياخد وش فيه على الشوايه اهو. وده شكلها بعد ما طلعت حلوه وجميله وطريه، طعمها حلو جدا. تاكليها بقى بالجبنه، تحطيها كده في الشاي، طعمها حلو. جربوها كده وقولوا رايكم في التعليقات. بصوا ما شاء الله حلوه، طيبها حلو من فوق وتحت. بصوا ما شاء الله. اهم حاجه ما تعليش عليها الفرن عشان ما تبقاش معجونه من جوه. زي ما قلت لكم كده سخني الفرن على درجه حراره 180، وحطيها كده وسيبيها تطيب على مهلها. بصوا ما شاء الله طلعت حلوه جدا. جربوها. بصوا هتقطعيها كده هتبصي ما شاء الله من جوه جميله، هتلاقيها زي العيش الفينو كده. تحطيها بقى مع الشاي، تحطيها مع الجبنه، تاكليها باي حاجه. تقدري كمان تعمليها محشيه لو اولادك بيحبوها محشيه، اعمليها زي ما انت عايزه هتعجبك خالص. اتمنى بقى ما تنسوناش من اللايك والشير والسبسكرايب، ودعمونا بقى عشان يوصلكم كل جديد. بس ما شاء الله من جوه حلوه ازاي. هقول لكم بقى مع السلامه.